العالمين آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة لمالك ذكر المرحوم الرحمة لكم الحبيب علي بن علي بن شهاب والمرحوم الحبيب محمد بن علي بن شهاب والمرحوم شريفة جميلة بنت حميد بن علي بن شهاب أن الله يغفر له برحمته والدينا والدين خاصة جميع أموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام عليها وأنت خير الوالدين. اللهم اجعله وصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم واهلا له من لا اله الا الله ما سبحان الله بحمده ما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليله المباركه هديه واسله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدمها نهديها الى حضره سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم الى ارواح ائمه المؤمنين الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. ثم إلى رسول سيدنا المهاجر الله بأحمد بن إسحاق بن عبيد الله سيدنا وقربتنا بلقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلى وصول معفورهم والمقدم الثاني المشروع عبد الرحمن السقا وأولاده فتعشر المنتسب من الهم والآخذين عنهم. ثم إلى رسول الحبيب عمر عبد الرحمن الطشي علي بارس. ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن علي الحدال وبأحمد بن زيد الحبشي ولا بن علي بن محمد بن الحبشي واصولهم وفرهم وكافه اولي الله مشارق الارض الى مغاربها برها وبرها منهم الحبيب حامد بن علي الهدال واخل محمد بن علي الهدال. ثم الى رسول صاحب الدر وعلي علي بشير سكاب كفه المقبور من في مقبر السكاب منهم حافظ القران الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب. ثم الى رسول صاحب الدر علي احمد بن حسن الحبشي. ثم الى رسول الحبيب عبد الرحمن بن المنور. ثم الى رسول الحبيب عبد الله بن سالم الكاب. ثم الى رسول الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبشي. ثم الى رسول الحبيب احمد بن حامد الكاب. ثم الى رسول الحبيب علي بن احمد باوسين. ثم إلى رسول صاحب التربة الحبيب المبارك على أحمد بن شيب شهاب أصوله وفروعهم. ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب. ثم إلى رسول الحبيب عاقل بن محمد بن يحيى. ثم إلى رسول الحبيب بانغانا سالم الشيخ بكر بن سالم. ثم إلى رسول الحبيب بانغانا سالم علي بن حسين بن شهاب. ثم إلى رسول الحبيب محمد بن حسين بن شهاب أصوله وفروعهم وجميع ساداتنا على بعلبي أجمعين آمين. ثم إلى أرواح رسول المرحوم الحبيب علي بن علي بن شهاب والمرحوم الحبيب محمد بن علي بن شهاب والمرحوم شريف جميل بن حميد بن علي بن شهاب لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته والدينا والدين خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله نور رسالة العظيم بين أيديهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار سترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك محل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. فاتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
ضياؤه في الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين السماء والنور يهدي الهائرين ضياؤه في الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد التلا يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه والنور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين سماء أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه فؤادي يما يهوى الهوى ويشاءه والنور يهدي الهائرين ضياؤه في الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين السماء أمطرت في الخافقين سماء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جرات قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولا موال أراح القلب
في الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء مرضت فكان فكر برأ لعلتي فيا حبذا ذكرى لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب لقلبي هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي فاتحة قبل فاتحة فاتحة وقرأ مولد سمت الضرار الإمام علي بن محمد بن حسين الحبسي. نوينا بقراءة هذا المولد ونوينا باجتماع هذه الليلة المباركة بإيحاز ذكر مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم إياه بيت الأولياء أصفياء بن علي بن أبي شهاب. نوينا بمن وآباؤنا وسلفنا الصالحون كل بأن الله يدخل نية في نية مع عمل في أعمال وأخلاقا فأخلاق وآداب آدابهم. إن الله يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفات من الدين والآخرة. إن الله ينور قلوبنا وقلوب زكي أنفسنا وحسن أخلاقنا جمل أهل الظن بعد رزقنا التقوى من سنة الله يربطنا به صلى الله عليه وسلم ربطا لا تنفك أبدا في الدنيا في البذل في الآخرة ورزقنا كمال متابعة له ظاهر الباطن فيه العافية على هذه النجم الصالحة وما نواب آباؤنا وأسلافنا الصالحين وما نوى مشايخنا ومعلمنا وما صيب الوقت صيب الزمن كتب الزمن وما نوى حبيبنا علي بن محمد حسين الحبشي أن الله يدخل نياتنا في نيات أعمال وأخلاقنا الصالحة وإلى حضرة النبي. فاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحاكم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تهوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح له خير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أبقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين
السلام عليك أثقل أتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, kepada rekan-rekan yang di bawah, di atas masih kosong, diatur masuk ruangan dalam. Ada orang tua jangan di pintu suruh masuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إما الله
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في العالم القدسي الواسع تجليا قضى بانتشار بدره في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنا من والى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنا من والى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الهنا من والى. قد تراقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره
نورا كاملا يضيء الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام من والى وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام من والى فسبحان الذي أبرز من حدد الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال بتأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله أما بعد، عليه. فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، صلى الله فانبلغت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسحود بالعين. صلى الله عليه. هاوٍ لوصف الكمال مطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون. صلى الله عليه. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وحسست به من حسست. صلى الله عليه. فكان مستقر بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، صلى الله عليه. ونورا حير أبكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الهروب بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تبي بعسر شيء أوصى بذلك الموصوف تصفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسرف المحلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من البذل الذي أما العالمين، وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. صلى الله عليه. داعي تعلق بهذه الحدث الكريمة ولاعد التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلما والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل. يا بدرة من حذا كل كمال، ماذا يعبر عن علاك مقاله. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى، واغفر لنا بمحمد والآل. أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فمحوت بالأنوار كل ضلال. يا الله رضا، يا الله رضا بالمصطفى،
والإنعام والإفضال يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى واغفر لنا بمحمد والعالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأطفال يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى واغفر لنا لمحمد والعالي وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى واغفر لنا بمحمد والعالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتنزه في هديك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة
فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى لقات جواهر كنوز. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. يا
ابن عيسى أبا السلام ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله ثم الوجيه لدين الله ثقفنا خارق العادات السيد الكامل الأول العيدرون مذحل القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق واحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنبي يستغفرون الله يا أحلى الحساب والنسب الحسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البلية والدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وعلى آله فهنا قربا ونودع هذا الحبيب أعلن
خلقت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمثل الجود إليه آلي وجود تشهيد وألسنة الملائكة بالشخص للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هذا المفضول ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحكم على من أطاب الله نعمة من حواس الأمة أن يدور عند ودء أمة تأنيسا لينا بها المسؤول مشاركتنا في هذا سمات ممنون فهذا رب توفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي ارتبى الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبع كاملا من أمون وبرز الحامد المحمود مسئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مثل
واستضيء بجبل فقبل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد صوتنا عطاء الجمال فخر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي كل حمد جل أن يغصر العد. الله إذا خبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. رسول الله أغلى بك النبي كان سعد وبجاهه يا إلهي الله الله وبجاهه يا إلهي وبجاهه يا إلهي جئت وبلغ كل ما قصد. الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين. الله الله المشفع في القيامة، المشفع في القيامة، من أتانا بالبراهين. الله الله سبيلي كي به ناس عدوان الرشاد. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله
الله في جاره خير مقعد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا صلاة الله تنشأ الشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجروها أخذا على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم
فحسن مني أن أمسك إنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal 'azimi min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تتراضى من عليها وأنت خير الوارثين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وعزره ووالاه وظاهره،
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك خير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ketiga daripada rangkaian majlis Maulid Arba'in kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu manaqib singkat dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Kamis, malam keempat, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau Al-Habib Ma'al. Dan pada malam Jumat, malam kelima, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Tauhid Al-Habib Abul Asgab bertempat di Komplek Kasapelis Kalidoni. Dan pada malam Sabtu, malam ke-6, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ratibul Haddad atau di rumah saudara Tendi di perumahan di Kampungan Cendana Mas Karebet, Talang Kelapa. Demikianlah. Dan untuk malam Ahad, malam ke-7, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Ziarah Kampung Koci bertempat di Pemakaman Aulia Kampung Koci, Bom Baru. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk mau'izatul hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kab. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Hamid Ba'bud wa alaihi falyatafaddal. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhdi thana 'alaika anta kama athayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmi Allah salatan wa salaman da'imain bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
berdirinya Al-Faqih di sini untuk membacakan sedikit manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Habib Ali bin Alwi bin Syahab lahir dan dibesarkan di lingkungan para wali di Hadramut. Sejak kecil ia dididik dengan disiplin oleh ayahnya sendiri. Namun sejak ayahnya melakukan perjalanan dakwah ke Asia yang akhirnya sampai ke Palembang, pendidikan beliau diteruskan oleh keluarga dan kerabatnya di Hadramut. Selama di tanah kelahiran ini, beliau juga banyak menuntut ilmu dari para ulama besar, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, yaitu penulis kitab Iqdul Yawaqid Jauhariyah, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, dan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah daripada Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Setelah pendidikan di Hadramut terasa cukup, Habib Ali bersama saudaranya Habib Hasan berniat untuk berdakwah ke Asia sekaligus mengunjungi ayahnya yang berada di kota Palembang. Namun sesampainya di Singapura, Habib Hasan melanjutkan perjalanan ke Gresik dan langsung kembali ke Yaman. Sedangkan Habib Ali masih menetap di Singapura, bahkan beliau sempat berdagang dan mempunyai beberapa toko di sana. Selama di Singapura, Habib Ali berguru dengan Syekh Umar Al-Khatib. Setelah beberapa lama di Singapura, beliau melanjutkan perjalanannya ke Palembang. Di sini beliau mendirikan sebuah rumah di perkampungan Alawiyin, Sungai Bayas, berhadapan dengan rumah ayahnya yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Batu. Dikarenakan kegemarannya memuliakan tamu, beliau mendirikan rumah yang terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah yang dikhususkan untuk menampung para tamu dan lantai lengkap dengan kamar tidur serta kamar mandi, sedangkan lantai atas menjadi kediaman Habib Ali dan keluarganya. Kegemaran Habib Ali memuliakan tamu ini bukan hanya dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur sekalipun beliau masih menerima tamunya. Hingga tak heran jika istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf pada hari-hari pertamanya berkeluarga dengan Habib Ali agak kebingungan dan mengira Habib Ali dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tidur, Habib Ali berdialog dalam bahasa Arab, layaknya seorang menerima tamu dalam keadaan bangun. Ia menyebut nama para wali yang sudah wafat yang menemui beliau dalam tidurnya. Terlepas dari kegiatan beliau, rumah beliau juga difungsikan sebagai majelis taklim. Selain untuk mendidik anak-anaknya, beliau juga mendidik beberapa murid yang belakangan menjadi ulama terkenal di kota Palembang, seperti Nunci Agil dan Muallim Umar. Tidak hanya mengajar, Habib Ali begitu mengasihi muridnya dengan selalu memberikan uang kepada semua muridnya setiap selesai belajar. Pernah pada suatu kesempatan, majelisnya dilaksanakan seminggu 3 kali pada pukul 2 dini hari malam. Sudah menjadi kebiasaan Habib Ali menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Pada saat menghatamkan Al-Quran, murid-muridnya sudah menunggu, namun dikarenakan malam yang dingin membuat murid-muridnya terasa lapar. Salah seorang di antaranya Muallim Umar beliau melihat ada pisang goreng yang sudah dingin, madu dan ceret kopi yang sudah kosong. Setelah menghatamkan Al-Quran dan sholat 2 rakaat, Habib Ali menyuruh murid-muridnya membuka kitab, sedangkan Muallim Umar disuruh menyajikan kopi serta pisang goreng dan madu. Tentu saja Muallim Umar kebingungan, namun ia tetap mematuhi perintah gurunya. Betapa terkejutnya ketika didapati bahwasanya pisang goreng tersebut masih panas dan ceret kopi tersebut sudah terisi penuh, padahal tidak ada orang lain yang mengganti atau membawakan makanan tersebut. Dalam majelis yang lain, Habib Ali pernah didatangi seorang pemuda berpakaian rapi, mengenakan jas dan celana panjang, bergaya seperti Belanda dengan rambut diminyaki dan tersisir rapi. Penampilan pemuda tersebut justru membuat orang tidak begitu kagum karena tidak pas untuk dipakai di majelis taklim. Namun lain halnya dengan Habib Ali, beliau menyambut tamunya dengan hangat, memeluk dan mencium tangannya meskipun umurnya masih sangat muda. Setelah pemuda tersebut pulang, Habib Ali pun berkata kepada yang hadir, "Kalian tahu siapa yang datang tadi? Beliau adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Beliau adalah waliullah yang mendapatkan abdal dari Allah Subhanahu wa taala." Menurut keterangan, Habib Salim bin Jindan sengaja berpakaian seperti itu dengan maksud mengajak para pemuda agar turut menghadiri majelis Habib Ali. Selain di rumahnya, Habib Ali juga mengajar di beberapa tempat lainnya, seperti di rumah Habib Muhammad bin Alwi Pasar Kuto, pesantren Tahtal Yaman Jambi, dan Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir yang merupakan cabang Rabithah Alawiyah Jakarta. Dalam kesehariannya, Habib Ali terkenal ahli tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga sempat mengarang kitab-kitab tentang obat-obatan dalam tulisan Arab Melayu yang berjudul Penggirang Hati. Ia juga mengarang beberapa risalah dan mencetaknya.
Di antaranya Fathul Mubin, Al-Ghirrah Al-Alawiyah Al-Ukhuwiyah Al-Hadramiyah, Tanbihul Anam Al-Anil Jawiyah, Al-Ghirrah Asy-Syahabiyah, Al-Alasirah Al-Hashimiyah, dan banyak lagi yang lainnya. Menjelang wafatnya, tatkala Habib Ali beristirahat di teras kamarnya, ada 2 ekor burung berwarna putih mendekat. Kemudian burung tersebut diberinya minyak wangi lalu diterbangkannya. Akan tetapi burung itu kembali lagi kepada beliau. Bahkan Habib Muhammad anaknya pun sempat mengusirnya, namun tak juga terbang. Akhirnya Habib Ali paham akan kejadian tersebut. Lalu ia memanggil pembantu setianya yang lagi terbaring sakit, yang bernama Sayyidah. Ya Sayyidah, Israel sudah datang. Dia mau memanggil saya. Kemudian Sayyidah pun menjawab, jangan ya Habib, biar Sayyidah dulu. Tolong Habib doakan saya terlebih dahulu. Permohonan Sayyidah ini diulang sampai 3 kali dan akhirnya pun Sayyidah wafat pada waktu maghrib. Malam harinya Habib Ali mempersiapkan kain putih untuk Sayyidah. Setelah itu ia kembali ke kamarnya, sedangkan di teras kamarnya burung putih itu masih ada. Keesokan harinya, setelah mandi dan salat subuh, Habib Ali pun meminta dimandikan lagi, dikarenakan hari itu sahur pertama, terlebih ada jenazah Sayyidah di rumah. Membuat semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Habib Ali pun memanggil istrinya, ya Ipa, Israel masih ada di rumah. Dia masih menunggu saya dan saya mau mandi dulu. Akhirnya Habib Ali pun mandi dibantu oleh anaknya Habib Muhammad. Dan setelah selesai, ia pun dibaringkan pada saat itu. Kemudian ia berbicara, ya Israel, apakah sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Naam, Ipa, ya Ipa, ini sudah ada izin. Istri tercinta berkata, jangan ya Ami, jangan ya Ami. Habib Ali pun mencelupkan kedua tangannya ke air, kemudian berbaring sambil berdoa. Saat itulah beliau menutup usianya bertepatan tanggal 1 Ramadan 1354 Hijriah atau bertepatan dengan 27 November 1935 Masehi. Demikian manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Semoga kita dapat meneladaninya. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai manaqib beliau, silahkan membaca manaqibnya yang terangkum dalam kitab Tadhkiratul Ahbab susunan Habib Abdul Qadir As-Segaf. Demikian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita bersama. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikut beliau serta pecinta beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di dalam hati-hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola kita. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dan Allah jadikan kita gampang untuk mengikuti jejak-jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbihi wal ali. Para habaib, para orang tua, para asatid yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, namun mereka-mereka inilah sebab keberkahan yang banyak turun. Mereka-mereka inilah orang-orang yang pernah melihat mereka manusia-manusia terdekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mendapatkan kemuliaan
untuk berada di tabaqah lebih tinggi daripada tabaqahnya kita. Semakin tinggi tabaqah seseorang, semakin tinggi waktu atau tahun semakin sebelum daripada keberadaan kita, maka berarti lebih dekat mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semakin dekat seseorang dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin banyak pada orang-orang tersebut. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang menzamani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kita berada di tabaqah yang bawah, dan orang-orang tua tersebut mereka berada di tabaqah, satu tabaqah lebih tinggi daripada tabaqah kita, dan berarti mereka lebih memiliki kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara waktu. Alhamdulillah, Nabi Muhammad adalah aslus syaraf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kemuliaan. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu ardah, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan daripada hal-hal yang sebelumnya belum memiliki kemuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal sebelum kedatangan Islam, sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan bulan yang menjadi pusat perhatian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, dan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada perhatian khusus dari siapapun yang ada tentang hari tersebut karena tidak ada keistimewaan sama sekali. Namun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, hari Senin adalah hari kegembiraan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad, hari bulan Rabiul Awal adalah hari bulan lebaran bagi pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama semuanya sepakat bahwasanya memang Mekah memiliki kemuliaan yang begitu besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sana. Beliau berada di tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Namun ketika beliau berhijrah ke Madinah, maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Dan ulama semuanya sepakat bahwasanya tidak ada tanah yang melebihi kemuliaannya daripada tanah yang bersentuhan langsung bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min dhulmatin wa dayajiri. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah karena Allah selamatkan kita daripada kegelapan. Allah di dalam Al-Qur'an bilang, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelum kedatangan Rasulullah, meskipun sebelum diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhalalim mubin, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Mubin dalam artian setiap orang yang waras, yang memiliki akal sehat, maka akan melihat tindak tanduk yang mereka lakukan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan. Itu adalah kejadian-kejadian yang sangat terkenal. Masa-masa kelam tersebut dinamakan masa jahiliyah. Kita semua tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu ardah, sahabat
yang pernah mengumpamakan bahwasanya di hari di mana bulan purnama sedang terang-terangnya beliau membandingkan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bilang bahwasanya demi Allah bahwasanya wajah baginda Nabi Muhammad lebih indah, lebih bagus daripada bulan purnama. Sayyidina Jabir bin Samurah bercerita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah ketika selesai melaksanakan salat subuh mereka akan duduk di tempat-tempat mereka berzikir. Dan kalau seandainya sudah terbit matahari, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang berdiri. Sahabat-sahabat juga terkadang berdiri dan terkadang mereka yatadzakaruna fi amril jahiliyah. Mereka menyebut-nyebut lagi, bercerita, mengenang bagaimana apa yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Fayadhakun wa yatabassam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka lalu mereka mentertawai diri mereka di masa lalu. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut tersenyum bersama mereka mendengarkan cerita-cerita mereka di zaman dahulu. Salah seorang sahabat dan dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau suatu hari memiliki sebuah berhala yang ia sembah, ia hormati, ia muliakan, ia agungkan, ia bersihkan dan segala macam. Kemudian ia punya hajat. Dia bilang kepada berhala tersebut, "Wahai berhala, saya punya hajat ke sana. Engkau jagakan barang-barang saya." Lantas beliau keluar untuk memenuhi hajatnya, kemudian kembali lagi ternyata berhala tersebut sedang dikencingi musang. Sedang dikencingi musang. Kata beliau, "Arabbun tabulu thu'lubanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alaihi tha'alibu." Masa si Tuhan dikencingi oleh musang? Sungguh hina Tuhan atau sungguh hina sesuatu yang dikencingi oleh musang. Maka ia meninggalkan berhala tersebut dan bersegera ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung masuk Islam. Itu adalah contoh bagaimana kesesatan fikir atau kebodohan yang dianggap wajar oleh orang-orang di zaman tersebut. Seorang sahabat yang terkenal namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain seperti yang kita ketahui adalah seorang sahabat yang tinggi derajatnya, dimintai istighfar oleh malaikat untuk beliau ini. Beliau adalah sahabat yang mulia dan bahkan sebagian ulama bilang kalau disebutkan nama Imran bin Husain maka tustajabud du'a, yustajabu indahu du'a. Makanya kita dianjurkan kalau seandainya mendengar nama Imran bin Husain kita langsung bilang Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Langsung kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Imran bin Husain sahabat baginda Nabi Muhammad punya ayah namanya Husain. Bukan Husain, tapi Husain. Husain ini akan masuk Islam juga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari berbicara dengan Husain. "Wahai Husain, kam ta'budu ilahan?" Berapa Tuhan yang engkau sembah? Sebelum Husain masuk Islam. Kata Husain dengan enteng, 7 wahai Rasulullah. Bukan Rasulullah yang dipanggil oleh beliau. Kita memanggil Rasulullah karena ta'abbudan, karena kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Husain pada saat itu belum masuk Islam. 7 katanya. 6 di bumi, 1 di langit. Ulama mengomentari hadis tersebut dikatakan 6 daripada berhala tersebut itu adalah Ya'uq, Yaghuth, Nasr, kemudian Lat wal Uzza sama Manah. 6 yang di bumi. Yang di atas itu Allah. Mereka menuhankan Allah, tapi mereka memiliki syarik. Mereka mengadakan syarik lillahi subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan lainnya yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dihapuskan oleh Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Husain, ama innaka law aslamt 'allamtuka kalimataini tanfa'anik." Kalau seandainya engkau masuk Islam nanti aku akan ajarkan 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka subhanallah, setelah peperangan Khaybar, Imran bin Husain bersama dengan ayahnya masuk Islam. Dan Husain mengingat janji Nabi Muhammad SAW mendatangi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, mana 2 kalimat yang kau janjikan?" Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan doa, "Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi." Ya Allah, berikanlah aku kesadaran, kewarasan. Kewarasan diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 2 kalimat yang bermanfaat tadi apa? Ya Allah, berikan aku kewarasan. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan hindarkan aku, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsuku. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah.
Akal sehat, kewarasan ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Wardi, wahjuril khamrata in kunta fatan kaifa yas'a fi jununin man aqal. Kalau engkau pemuda hebat, kalau engkau adalah manusia yang merasa bahwasanya kita beda dari binatang. Ulama menjelaskan sepanjang-panjangnya bahwasanya kita sama binatang itu sama kalau seandainya kita tidak punya akal. Derajat kita dengan hewan-hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala lainnya itu adalah sama. Bagaimana kok bisa orang yang punya akal, orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menghilangkan akal sehatnya dengan minum minuman keras, dengan mengkonsumsi daripada obat-obatan yang menjadikan kesadaran mereka hilang. Kaifa yas'a fi jununin man aqal. Kok bisa si orang berakal berusaha, berupaya mengeluarkan uang untuk menjadi orang gila? Ini doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Husain. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Makanya subhanallah, akal-akal besar yang ada pada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad semuanya tidak berguna bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Kalian lihat tidak? Ada beberapa manusia-manusia yang menjadikan Tuhan mereka, yang mereka sembah, yang mereka tunduk oleh Tuhan tersebut adalah hawa nafsunya. Dan Allah berikan mereka kesesatan padahal mereka punya ilmu. Allah jadikan mereka sesat padahal mereka punya akal yang besar, punya pengetahuan yang banyak. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah segel mereka punya pendengaran, Allah segel mereka punya hati. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah ciptakan, Allah berikan penutup di dalam matanya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan mereka hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu ardah di dalam Al-Hamaziyah beliau bilang, wa idza dhallatil 'uqulu 'ala 'ilmin famadza taquluhu an-nusaha'u. Kalau seandainya akal itu sesat karena ilmunya, sesatnya karena ilmu. Ada orang-orang yang menjadi sesat gara-gara mereka berilmu, dan ilmu itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang memiliki ilmu bertambah informasinya, belajar, tapi tidak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita, habaib kita bilang, al-ilmu idza waqa'a fil qalb yakunu nur. Wa idza waqa'a fil hawa yakunu nar. Ilmu itu kalau seandainya jatuhnya ke hati jadi cahaya, menerangi, menuntun. Tapi kalau seandainya jatuhnya di hawa nafsu bisa membakar, bisa merusak, bisa menghancurkan. Ibadallah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Jahiliyah tersebut ini adalah contoh sebuah kebodohan yang dianggap wajar. Kebodohan-kebodohan yang tidak ada taranya. Anak wanita yang disayangi, yang dikasihi, yang dicintai, rela mereka kubur hidup-hidup. Cara mereka menikah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bagaimana sih nikahnya orang jahiliyah. Nikahnya orang jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, cara nikahnya sama seperti kayak kita. Ada yang melamar, nanti akad nikah, kemudian beres. Yang kedua ada nikahul istibdha. Ini adalah perilaku-perilaku menyimpang yang dulu dianggap wajar. Apa itu nikahul istibdha? Suami dan istri ingin punya anak yang memiliki kehebatan, kecerdasan, kegantengan, kemudian mereka kirimkan istrinya kepada pendekar-pendekar. Mereka kirimkan kepada orang-orang pintar untuk diberikan daripada benih-benih tersebut. Nanti anaknya jadi anak dia. Bodoh atau tidak bodoh, tapi dianggap wajar di zaman itu. Kemudian yang ketiga, cara mereka menikahi seorang wanita adalah bersepakat beberapa orang untuk datang ke wanita, kemudian mereka berhubungan dengan wanita tersebut dengan bergiliran. Nanti kalau seandainya si wanita tadi punya anak, maka si wanitanya bebas milih mau punya suami yang mana, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, bebas. Dan yang terakhir adalah al-baghaya.
para penjual daripada kehormatan mereka. Di rumah-rumah mereka ada tandanya. Siapapun yang mau masuk bebas, siapapun yang mau berhubungan bebas, asal bayar. Al-baghaya itu terjadi di zaman sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau punya anak, mereka akan panggil al-qafah, para qaif, orang-orang yang memiliki keahlian untuk menentukan ini anak siapa, ini anak siapa. Kalau sekarang itu DNA. Kalau sekarang itu apa? DNA. Al-qafah tadi tugasnya apa? Lihat nih, ini kira-kira anaknya siapa? Apakah si A, apakah si B, apakah si C? Nanti dia tentukan, berarti itu anaknya dia, dan dia kawin sama orang tersebut. Tapi subhanallah, ini bejat, ini penyimpangan di dalam moral. Akan tetapi mereka tetap mengakhirinya dengan menikah. Kita sekarang berada setelah zaman baginda Nabi Muhammad SAW menganggap wajar wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Jahiliyah atau bukan jahiliyah itu? Jahiliyah. Apakah kita kembali ke masa jahiliyah? Apakah kita kembali ke zaman di mana sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus? Kenapa itu semua terjadi? Karena penyimpangan tersebut dianggap wajar oleh kita semua. Dan nikmat Allah dengan utusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, yatslu alaihim ayatih. Nabi Muhammad yuzakkihim, mentarbiyah mereka, mendidik mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan ilmu. Disuruh belajar mereka, didorong untuk mempelajari ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah proses tersebut terjadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak membiarkan penyimpangan-penyimpangan untuk dianggap wajar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Gara-gara tarbiyah yang begitu sempurna dari Nabi Muhammad, jadi khairu ummah. Jadi umat terbaik berkat siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah tersebut yang menggiring kita dari kebodohan yang begitu hebat luar biasa menjadi manusia-manusia beriman. Menjadi manusia-manusia yang punya moral, menjadi manusia-manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ilmu, ikhwani, lagi-lagi ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ardah wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, khamsu kalimatin law rahaltum al-mutiyya la amdaytumuhunna qabla an tudriku mithlahun. Ada 5 potongan kalimat. Kalau kalian bikin capek, kalian punya kendaraan, mereka bakal kewalahan sebelum kalian dapat 5 kalimat ini. Yang pertama, la yarju abdun illa rabbah. Seseorang jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Itu yang pertama, iman. Wala yakhafu illa dzambah. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut kecuali kalau dia berdosa. Kalau dia akan berdosa, maka takut. Kalau tidak berdosa, maka maju. Selagi itu bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahi man la ya'lam an yata'allam. Orang yang tidak punya ilmu jangan malu untuk belajar. Orang yang tidak punya ilmu jangan malu untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama atau tidak dengan perkataan Sayyidina Ali? Sama. Wala yastahyi, jangan malu. Dan yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu 2. Yang pertama malu, yang kedua sombong. Yang pertama apa? Malu, yang kedua sombong. Malu kalau menjauhkan daripada kebaikan berarti itu adalah malu yang jelek. Sisanya semua malu itu bagus. Tapi kalau malu menjadikan kita jauh dari kebaikan, maka itu adalah malu yang jelek. Dan yang kedua sombong. Sombong itu apa? Sombong itu bukan menggunakan pakaian yang mewah. Sombong itu bukan menggunakan kendaraan yang bagus. Sombong itu bukan tidak mau tegur sapa. Bukan, itu bukan sombong. Sombong adalah kalau sudah dia menolak kebenaran yang jelas-jelas itu benar, atau dia meremehkan orang-orang lain yang dia menganggap bahwasanya dia lebih mulia daripada orang lain, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, wala yastahyi man la ya'lam an yata'allam. Wala yastahyi alim. Yang keempat,
Orang kalau seandainya sudah punya ilmu, jangan malu juga. Jangan malu apa? La yastahi idza su'ila amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Kalau seandainya dia ditanya tentang perkara yang dia belum tahu, jangan bikin-bikin jawaban, ikhwani. Jangan bikin-bikin jawaban. Makanya ulama bilang lau sakatal jahil laqallal khilaf. Kalau seandainya orang yang tidak punya ilmu tidak ikut-ikutan berdebat terbuka, maka perselisihan pendapat akan sedikit. Tapi kita berada sekarang di akhir zaman yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa i'jabul mar'i bi ra'yih. Semua orang merasa pendapat dia yang paling benar. Semua orang merasa bahwasanya dia yang paling tahu. Semua orang merasa bahwasanya tidak ada orang yang lebih alim, lebih berilmu daripada dia. Dan ini kenyataan yang insya Allah kita rubah setelah kita menghadiri daripada majelis ini. Jadi orang alim jangan pernah berani menjawab kalau tidak punya ilmu, dan jangan pernah malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Dan yang kelima, wa'lam anna manzilatas sabri minal imani ka manzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwasanya kedudukan kesabaran. Kita beragama artinya tunduk terhadap perintah Allah. Kita harus punya yang namanya sabar. Sabar itu ibaratnya kepala bagi badan kita. Kalau seandainya sabar tersebut hilang, fa idza zala as-sabru fa idza dhahaba as-sabru dhahabal iman. Kalau kesabaran sudah hilang, maka keimanan juga akan hilang. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita tahu setelah tarbiyah baginda Nabi Muhammad, yaitu membacakan Al-Qur'an, kemudian mendidik, mengajarkan ilmu, dan kita menjadi umat terbaik karena memiliki ciri khas tidak mendiamkan kesalahan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebisa mungkin kita punya niat baik untuk mengembalikan kejayaan yang pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, majlis yang akan berturut-turut ini, beberapa hari ke depan, bahkan 2 bulan yang akan datang, kita akan terus-menerus duduk di majelis maulid. Kita akan terus-menerus mendengarkan nasihat. Jangan pernah pulang dari sebuah majelis kecuali minimal bawa satu faedah untuk keluarga. Minimal kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Minimal kita tahu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mendengarkan syama'il baginda Nabi Muhammad, mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuhawwil halana ila ahsanil ahwal, yuhawwil hawalana ila ahsanil ahwal, memindahkan keadaan kita kepada keadaan yang baik, wa yunajjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal, dan menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan orang sesat dan pekerjaan-pekerjaan orang yang bodoh. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah binti syifa was-sihah wal lutf wal afiyah. Li Sayyid Fauzi bin Umar Al-Kab wal Habib Muhammad bin Uthman Al-Kab wal Habib Umar Rafiq bin Ali Al-bin Hamid wa li akhina Bilal bin Pandiri wa ammana wa habibana Ali bin Abdullah Al-bin Hamid bis-sihah wa afiyah wa li ست اسميتي بنت دارمو دي هرجو ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادره بعده سقما ولا ألما لها الدنيا وكنيا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل والمفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وأجب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على قبول. Sudah, ya sudah. Kami umumkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau Habib Ma'alim Nang, bertempat di Lorong Jaya 13 Hulu.